وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم. صلى الله العظيم. صلى الله أنه ينصرنا بالقرآن وجعلنا من أهل القرآن. صلى الله أن يتقبل من الشيخ صالح وكل شيوخنا الكرام. ما سمعني يا حجة؟ نجي نشرب قهوة في الكورنيش قالوا نجيب عدتنا دقشك طولك دقشك طولك دقشك طولك دقشك طولك. الحكاية مش وين؟ بارة نجيب عدتنا العدة يا شباب دقشك طولك دقشك طولك. فرقة حسب الله انتو احنا فرقة حسب الله بتاعت البرهان كسارين تلج احنا كسارين تلج. انتو مرتاتو احنا مرتاتو هاو تاني ومحشر ليكم. ايوه احنا ذاتنا مقعدكم كنب كلنا. البرهان مش وين تاني جون درمان العدة وين يا مصطفى محمود؟ دقشك طولك دقشك طولك دقشك طولك. الكاهن قاعد معنا موضوع زي تساوي ده ما يخلي بحاله والله بينحبوا كده معاه للميتين. بل وده قاعد في بورسودان محله معروف والراجل اللي مش عليه وما لكم في القيادة غلبتكم. ايوه مشى لكم بورسودان غلبتكم. جاكم في عبرة غلبتكم. مشى لكم بارة غلبتكم. مشى لكم كوستي غلبتكم. مشى لكم سنار جبل موية غلبت مدني. قال لي الكوبري ده متدسر شفته؟ ده شفناه في الشاشة. انا قلت له الطيار بتقدر تدخلها له اللي جوا؟ قال لي بقدر. قلت له بيلهم مشى وقف فيها بعيد بس دقشك طبلك دقشك طبلك. برهان قد لون الرباعية دقشك طبلك دقشك طبلك. قالوا الكائك دقشك طبلك دقشك طبلك. ها
جماعة طبعا يا حجة شغل لنا الأيام اللي فاتت ديل في الأزرق. هنالك اجتماعات تمت خلف الكاميرات. اطلع يا برهان وري الناس الذي دار. استاذة الصحفية عائشة الماجدي لحد الان ما ردت 4 يوم هسي. قلت ليها البرهان يطلع يورينا شنو؟ قالت عنده حاجة عملها في القاهرة مفروض يطلع يوري الناس وما يسوقن ويغيبن. قلنا لهم خير، اذا الحاجة اللي عملها دي وانت عارفاها فيها ضرر للأمة حذر الناس، اكتبها انت. البرهان ما حيستجيب لك. هسه 4 يوم ما رد لك ولا حيرد لك. انت كنت عارفه حاجه قلنا لك خلاص، يا اما تقوليها يا اما تعتذري. ما قالت ولا اعتذرت. يعني انت عارفه حاجه 50 مليون ما في زول عارفها، انت براك اللي عارفها فيها ضرر للامه، طيب ما تقوليها. اما انك تكتب توجه كلام للقياده وللبرهان تحديدا تقول له اطلع وري الناس، وقت انت عارف ما توري الناس انت. لكن انت طبعا مرحله التصيد. قلنا للناس يا حجه والله البرهان ده احنا ولا بنجري نحفر وراه ولا بنقول لا عملت قدامنا ولا عملت، هو ما شغال بينا شغل اصلا. احنا شغلتنا شنو يا حجه؟ نصحى الصباح نعمل شنو؟ دقشك طبلك البرهان، دقشك طبلك دقشك تطبيل عديل في شنو؟ طلع الليله في عزاء من شهداء القوات المسلحه مقدم مزمل عبد الله ربنا يتقبل ان شاء الله في الفاشر. جدد العهد تاني وجدد المسألة قالها واضحة. لا بنقعد في مفاوضات ولا غيره. كلمة ولا غيره دي هي رسائل، وفي نفس الوقت قال يا اخي والله داير سلام للبلد دي وداير بشروطنا وداير كده مرحب به. الكلام ده دبلوماسي طبعا بيكرر فيه له 3 سنة، لانه صراحة السعودية متحركة، مصر متحركة، لان الناس بيننا وبينهم حلف. الشعب السوداني قاعد في السعودية بالملايين، في مصر بالملايين، نركب وش كلام الخير والايمان ده بنقوله ولا شنو يا عائشة الماجدي؟ ده ما كلام خير وايمان وتصوير. ايوه الداير يجيب لنا اتفاقية مرضية للامة، مرضية للشعب السوداني، تحفظ كرامة القوات المسلحة، مرحب به وكلام طبعا كلام فاضي زي الشغلة دي بس يا زول ما عندنا حاجة تاني. ويسوقوا في الكلام يا حجة وعاملين زعزع على الناس، واحنا عارفين يعني احنا الجياشة البلابسة الجياشة. احنا الجيش ذاته اساس الجيش بنكون ما عارفين اي حاجة، مغيبين فعليا في حاجات بتتم نجي نلقاها في صفحات ديل يا حجة. في الايام اللي فاتت بقول لك بيحصل تحالف وبتحصل حاجة اسمها تفجير الاوضاع الداخلية، وقد شاء الله عز وجل انه يكشف الحاجة دي. قلت لك بتشوفيها بعينك في الايام الجاية وما تشيلي لها هم، موضوع يتحسم. طلع محمد الفقي امس قال شنو؟ يدعو الى مواكب 21 اكتوبر لتأييد الرباعية. لما انت تيجي تحرك مواطنين في دولة وانت اصلا ما قاعد فيها يبقى دي اسمها شنو؟ انه عندك اتصال مع خلايا داخل السودان. ركز معي، قحات عندهم خلايا داخل السودان دايرين يطلعوا مواكب مؤيدة للرباعية. الرباعية اللي حتجيب الامارات، الرباعية اللي حتشرعن وجود الدعم السريع بعد هزيمته، الرباعية اللي حتجيب حمدوك المتحالف مع حميتي في سدة السلطة. دي الرباعية. اي كلام تاني تقال لك بتاع الرباعية دي السلام، الرباعية تدعو للسلام، اللي بيقول الكلام ده منه قحاتي. قل له انت هسي ماضي مع حميتي ولا ما ماضي؟ كيف تكون محايد داير ليه السلام وانت ماضي مع بكتنا؟ كيف تكون انت محايد وداير السلام وانت قاعد في الدولة الاوياك وبتصرف عليك باعتراف الدعامة ذاتهم هي الامارات؟ كيف؟ يعني انت احنا لو غضينا الطرف عن انه القوات المسلحة عندها ادلة وادانة للامارات، انت كلام الامم المتحدة ما بتعترف به يا حمدوك؟ قال لك حمدوك يعمل في جولة عربية عشان يقرب وجهات النظر. قربها يا زول، قربها اشتغل فيها.
انت الامم المتحده دي حمدوك ما طلعت بيان ادانت فوق الامارات بيات منطقه الامارات تكون في الرباعيه اللي بتقرر في السودان. الناس اللي بيقول لك سلام ديل والناس القحات اللي بيقول لك يهود حدها هنا وحتجيف والبلابس اللي يشوفوا لهم شغله، البلابس ما عندهم شغله لانه القحاته بيعتمدوا على الاشاعه عشان يبني بقى موقف سياسي. حسي هم قاعدين في ال3 سنة دي راجين شنو؟ البرهان ده بس يطلع من مكتبه طوالي بيقوم بيظبط الاشاعه. خروج البرهان في مواعيد غريبه وذهابه يعني في زياره ما معروف اختفى 3 يوم. ذهب الى المنامه والان يبدو انه البرهان يجلس مع حمدوك وعليه احنا خلاص قررنا الرباعيه تمت. بيبنوا موقف سياسي. طيب ها وبعدين المنامه ايوه واتفق مع حمدوك وحيجيبنا والسلام حيجي وحنجيب اي حاجه ولن نستثني احد. يا اخوانا البرهان ممكن يكون مشى جنيفا، لا قالوا مشى المنامه. بتبني موقف سياسي على اشاعه و90% من الاشاعات دي مطلقه انت ذاتك كقحاتي. البرهان مشى مصر زياره مستعجله 4 ساعات، دي واضحه انها لا علاقه بالموقف العملياتي الاستخباراتي في المنطقه. في تحركات حاصله في اثيوبيا، في تحركات حاصله في اريتريا، في 4 5 مدن في اثيوبيا سقطت، في موضوع سد النهضه، في موقف اثيوبيا بدا يتغير. دايرين نشوف حلفائنا. احنا دولة مصب، مصر دولة مصب بتجمعنا معاها رابط النيل ده غصبا عننا نقعد مع بعض. قالوا لا في ال4 ساعات دي لاقى حمدوك انباء عن وصول دكتور عبد الله حمدوك الى القاهره ولقائه مع البرهان. تطلع واحده صحفيه محسوبه على القوات المسلحه تقول البرهان اطلع وري الناس ما تغيبون. يعني انت بس لا اعرف عرفتي كيف؟ يعني المعلومه دي ليه عندك انت ما عند كل الصحفيات؟ عندك انت ما عند كل الناس الصحفيين اللي قاعدين مقيمين في القاهره اللي عندهم علاقه بالنظام الحاكم مباشره. بيكون واحد فيهم قاعد معاه مكتب البرهان ده. ما طلعوا الكلام. طلعتوه انت ليه؟ طلعتوه بصيغه انه حتى ذاته الحاجه دي كانه فيها خيانه. يعني البرهان اطلع وري الناس اوحيت لنا انه فيها خيانه. هسه احنا 3 يوم واخدين موقف من البرهان وما قدرت تقولي حاجه انت ولا حتقدر تقولي. اسمعي العربي اللي بقوله لك، اسمعي القسم ده اقسم بالله على الشلماك دي ما تقدر تقولي حصل شنو في القاهره لانه انت ما عارفه في شنو. انت بس دي اسلوب الصحفيين. هسه 4 يوم احنا قلنا لك ابراء ذمه الزول البهتيه ده اطلع يقول عمل شنو في القاهره حاجه فيها ضرر السودان حتلقي الامه دي كلها ضد البرهان. اطلع يقوليها لكن لا انت ما حتقولها لانه انت ما عارفه. انتوا ما عارفين حاجه ساي احنا ما عارفين. هاي احنا ما قاعدين يسوقون المكاتب ولا بيتصلوا بين القيادات. نعرف من وين يعني؟ قيادات مؤمنه على الدوله. ما انت ما كنت قاعده في الاجتماع. واحد من الحضور الاجتماع ضرب لك او ضرب لزول سرب لك. دي قيادات على مستوى نمبر 1. بيعرفوك ليه اصلا ذاته؟ بيعرفوك ليه؟ يعني انت جريدتك اسمها شنو؟ ما معروف. انت مديرة التلفزيون؟ ما معروف. انت الصحفية الماسكة شنو؟ ما معروف. يضرب لك مدير الجهاز ليه؟ الحاجة دي فيها إن بالمناسبة لما تيجي تقولي عارفة حاجة دارت بين رئيس ورئيس، الحاجة دي ما كويسة في حقك. دي ما حاجة بيتباهوا بها. يعني الرئيس يخصك انت من 50 مليون بمعلومه وتطلعي تهدديها به، يبقى البرهان ما قال لك، يبقى قال لك السيسي. انت بتصل لمرحله من المستوى تكون عارف السيسي والبرهان ووزير الخارجيه ومدير الجهاز بتاع السودان ووزير الخارجيه المصري ومدير الجهاز المصري، دول ال6 انفار كانوا قاعدين مع بعض. انت جبت الكلام من واحد في ديل. لما تطلعي قدام الناس وانت مره تقولي لهم انا جبت الكلام الدار بين الرؤساء، ولو طلع قالوا هو قالوا ما قالوا انا اللي حقوله، ده تهديد على مستوى الرئيس. الكلام ده في حقك ما كويس. الناس حيسألوك عرفتي كيف؟ هتعملي شنو؟ هل انت دفعتي مع قروش عشان يدوك المعلومه ولا دفعوا لك قروش عشان تطلعي المعلومه؟ الناس تظن يعني. فالناس ما تتباهى وتتجدع، واحنا ساكتين بالمناسبه، والبرهان ساكت، والاعلام الرسمي حقنا ساكت. الناس دي تعوز عواستها يا اخواننا. شوف الكاهن ده لما يسكت في صواته وما يرد عليها عنده راي، والراي حقه ما بيعجبكم، والراي حقه ما بيعجبكم، وبدون ما اعرف الراي حقه ولا اعرف اي حاجه اقسم بالله مش سكت لكم حيدرد لكم في الميدان. الرد ما بيزيد من 3 4 5 يوم بالكثير.
3 4 5 يوم الناس الساقوا في الخط، والناس اللي روجوا، والناس اللي طلعوا بالكفر، والناس اللي عملوا فيها عندهم المعلومة والرباعية وحمدوك، رده حيكون في الميدان، والرد حقه ما حيعجبكم. اسمع العربي ده، وكلام ده بقوله لك يا حجة بدون اي ولا تتلفتي. شفت مين يعملوا لهم مؤامرات وصواطة ما قاعد يرد عليها. الليلة رد في العزا ده معناها ظبط ادوات الرد في الميدان، ما بيفتح خشمه ده الا يده يكون فيها حاجة، سيستمه كده واضح، تلقاه ساكت وساكت 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 وساكت. يده دي لما تبقى فيها حاجة حتى يطلع يتكلم. البرهان ما بيتكلم الا يكون عمل. الليلة جا قال ما بنقعد في رباعية ولا مفاوضات غيرها. الكلمة دي عنيفة بالمناسبة، حاسمة واضحة. يبقى هو عنده حاجة حترد تكفل القصة دي. نقول للدعامة في كردفان، اسمع العربي ده يا حجة، اقسم بالله اقسم بالله الدعامة في كردفان، الدعامة في دارفور تحديدا في كردفان، عندكم 72 ساعة تاني. بمرة دي بقول لكم بيننا وبينكم شنو؟ عندنا الخوي، عندنا النهود، تاني عندكم حتة تمشوها. مالكم ما قاعدين تجيبوا سيرة الخوي؟ الجواسيس حتى المزروعين في القوات المسلحة عاملين فيها داعمين الجيش، ما بتجيبوا سيرة الخوي مالكم؟ ليكم فترة ما في زول قاعد يجيب سيرة الخوي. ليه؟ خد تابع جاي استفهام يا حجة، بوريكي بعد ايام. ما دام ما جابوا سيرة الجيش عنده فاراي. عندنا النهود اللي فضلت لكم تاني تمشوا وين؟ زمان نقول لكم 72 ساعة بيتعرضوا من بارا، 72 ساعة بيتعرضوا من اللبيض، 72 ساعة بيتعرضوا من صميمة. صميمة اسمها صميمة يا اخوان، صميمة كاسجيل عاملين فيها بتلقوا حتة تتهربوا وتمشوها. الكلام اللي انا حقوله لك ده، شفت رد الزول ده على الرباعية والاشاعات والتطاول اللي بيحصل، حيكون رد قوات مسلحة في الميدان في ال 72 ساعة الجاية دي. كردفان ده الزول ده حيولي عليهم فوق وتحت، عشان تاني ما في زول يتطاول يقول دبو يقول لك عارف معلومة وانا عندي، والبرهان جا خلف الكاميرات وحمدوك والرباعية ردوا في الميدان في ال 72 ساعة دي. انا بقول للدعم السريع في كردفان عندكم حتتين حتمشوهم، الخوي والنهود. الخوي ده ما في حساباتكم، ولا قاعدين تجيبوا سيرته، ولا قاعدين تعملوا فيها فيديو، ولا بتجيبوا طاريها ولا اي حاجة، وانا ما دار اتحداكم فيها، ولا دار اخش قلة ادب تحدي مع ده. ده عامل زول عشان اتحداه. رد البرهان ده على التطاول اللي بيحصل ده اللي بيوصل محمد الفكي يطلع يقول والله دايرين نحرك مواكب دعم للرباعية. محمد الفكي الموضوع ده جبته من وين انت؟ انه في رباعية جبتها من وين؟ اشاعة طلعها عثمان مرغني، اشاعة طلعتها عش الماجدي، اشاعة طلعها صحفي بنى عليها حسابات. وصل مرحلة من الامل انه جاء قال هبوا تاني، قال هبوا لحماية رباعيتكم. شهر 9 ال21 قال هبوا لحماية ثورتكم، ومشى خندق. دورة الحرب 23 هبوا لحماية مكتسباتكم. ركب البص عرد مشى مصر، مشيت نيروبي انت مش؟ الليلة دي قال هبوا لحماية رباعيتكم يوم 21 اكتوبر. بتدعو لمواكب داخل السودان انت مش؟ دار تثير فوضى. احنا اخواننا مواكب 21 دي، هو البرهان ذاته قاعد يطلع في 21 اكتوبر، هو ذاته طلع في 21 اكتوبر بالمناسبة. ما في جياش يحسي رتب كبيرة ما حضروا 21 اكتوبر. من 64 بيطلعوا 21 اكتوبر. هو ذاته بيحتفل بها، القوات المسلحة ذاته بتحتفل بها. لما يجي محمد الفكي يقول للناس اطلعوا 21 اكتوبر، القى لي زول في الشارع طالع 21 اكتوبر، اطلعك من الشارع محمد الفكي؟ يبقى الزول ده طابور ولا ما طابور يا اخوان؟ طابور. والحرب شغاله، القى لي موكب ماشي، عندنا خلايا نايمه، عندنا قحاته مدسوسين، عندنا دعامه ممكن تكون في متفجرات. بعد الحاجه ما تحصل يجي يقول لك وينو الجيش؟ لا الجيش ما في يا اخوان. احنا الجيش القاعد في المدن دي ده ظهره، ده ما الجيش.
والشجيش وبندقيته هناك في كردفان، والشجيش وبندقيته هناك في دارفور، تحصل وتمشي تصوتوها في الشارع، بعدين ما تيجي تقول لي وين الجيش يفرض؟ ما في عندنا عسكري حان في مدينه، ما حيجيك جيش، ما شغال بك. دار يطلع 21 اكتوبر اللي يطلع، والدار عيد الرباعيه اللي يطلع يعيدها، لكن انت تكون عارف انه احنا عارفين لك مرسلك محمد الفقي ما في زول دعا الا قحط، بناء على شنو؟ على اشاعه انه البرهان قعد مع حمدوك. جينا بالمنطق يا حجه، حمدوك ماسك ياتو ملف اللي بيجبر البرهان يقعد معه. تعال نفترض انه في رباعيه، علاقه حمدوك بالموضوع شنو؟ انت كحاتي ما تفكر بحنان حسنك، فكر بمخك. يوم واحد حاول في ال 24 ساعه دي افصل 30 ثانيه، 30 ثانيه. اللي بيقعد البرهان مع حمدوك شنو؟ قول لي. البرهان داير نقول لحمدوك شنو؟ حمدوك داير نقول للبرهان شنو؟ وافرض انه البرهان وحمدوك توافقوا على حاجه، اللي حتعملوها وين؟ ادوات تنفيذ احلامكم دي شنو؟ الشعب السوداني المسلح ده ما كنتوا واصفينه بالارهابي، كنتوا واصفينه بانه هو والله شعب مدجن. الليله شبشب الملك قال يا اخي انا مش كلمتكم قلت لكم انتظروا رد البرهان على الرباعيه بعد ما يجتمع مع علي كرتي. انا دايركم يا اخواننا تخشوا تشوفوا صفحه شبشب الملك. الفتك اللي اتفتكوا شبشب الملك ده ما اتفتكوا قباله الا العقيد الحوري قبل ايام. سيد العقيد الحوري ضابط بتاع قوات مسلحه، نحفظ له موقفه في الجيش ووقفته الاعلاميه، تضحيته، ثباته. من هنا بنحييه. قام مشى كتب قال درع السودان امل السودان. زول ضابط بتاع قوات مسلحه بيتكلم عن قوه مسانده للجيش، قال القوه دي هي امل السودان. طيب ما هو ده كلام ياسر عرمان، إعادة هيكلة القوات المسلحة، تسريح القوات المسلحة. الزول ده طبعا ممكن يكون ظروف الضغوط النفسية الكده، يعني ما احنا قاعدين زمان في المعركة قاعدين نصحح له من 5 -5 عديل. يطلع للناس يقول لهم قوة مساندة هي أمل السودان، والجيش ده قاعد يسوي شنو يا سيد الحوري؟ يعني انت الانفعال، انت نزلوك من الجيش داير لك رتبه مع القواد ولا شنو؟ اديه عميد القواد برضه حيغطس حجرك، ولكن يعني بس بوريك يعني كان فيه يعني، بس ما قدرنا نتكلم. لكن ده ما كلام بيكتبه زول طبيعي اصلا يعني زول ضابط يعني انت ضابط ما معترف بالمؤسسه دي ولا ما من زمان ما تجي لك ميليشيا. طيب ميليشيات على قفا من يشيل زمان، ما تمشي ميليشيا وقت انت شايف الجيش ما امل السودان. امل السودان منو طيب يعني؟ لو ده قال واحد من المدفوع لنا بظروف مقبوله، لكن تقول انت يا ابراهيم الحوري لابس كاكي عديل عديل. الناس خشوا ردوا له رد الحكمه والوعي، تطمئن. بلد دي محروسه بوعي عجيب سبحان الله. الليله شبشب الملك قال يا اخي رد البرهان على الرباعيه بعد ما يلاقي علي كرتي. يلاقيه وين؟ السؤال هنا يلاقيه وين؟ واتضمنت شنو؟ انه وقت علي كرتي قاعد معه، ما ممكن يكون ماشي معه في طيارته دي لمصر يعني. قاعد في الفندق، خلى البرهان لاقى السيسي، جا وراجع قال له قبل ما ترد على السيسي تعال شاورني. يعني السيسي حينتظر البرهان يرجع السودان يشاور علي كرتي حتى بعدين يطلع في عزا. لو ما كان الشهيد ده استشهد، هل البرهان ما كان حيرد على الرباعيه عشان بعدين يقوم يسمع السيسي رده على الرباعيه في عزا انه الرباعيه دي ما حنفاوض وما حنقعد؟ يعني عشان تعرف انه الزول في ناس مش بيفكروا بحنان حسن، هو الزول عبارة عن حنان حسن خلقوا فيها زول. يعني هي عبارة عن حنان حسن بتتكلم ماشية كده، لا تشكك انه الزول ده لا يكون عنده مريء ولا عنده رئة ولا يكون عنده اي عضو، بس هو عبارة عن حنان حسن خلقوا فيها زول صراحة يعني. طيب هو بعد ما لاقى علي كرتي اخذ الرد اللي يطلع يقوله في الميديا، ما يرد على الزول اللي استضافه في مصر يعني. واقلها من الواجب والاحترام والتقدير للسيسي انه يرد عليه بالتليفون، ما يطلع في عزا قدام الناس مواطنين في عزا يقول لهم الرباعيه قدت واي مفاوضات ثانيه وعندنا غيره، والدار يجيب سلام للبلد دي بشروطنا، ما يقولوا احتراما بس يعني. فلما تكون انت بتفكر وبتتكلم بتتنفس بتتحرك بحنان حسنك، بتكون زي شبشب الملك المؤسس ده.
رحلة درب في المويه ومدفوع له قروش، لكن ما لازم يتم غرضه. ما بهمه تعليق الناس وعي الناس، ما بشوف الحاجة دي ولا حيشوفها. مسكوا الموضوع ساطوا كلام جميل. سيد محمد الفقي يدعو إلى أعمال التخريب وتفجير الأوضاع الداخلية في 21 أكتوبر. قاعد برا السودان بيتواصل مع خلاياه. كلمة خلاياه دي يا حجة ركزي، إنه في خلايا حقيقة متواصل مع محمد الفقي اللي حيرتب له الخروج بتاع 21 أكتوبر منه. جواسيس مزروعين عندنا، لما الدولة دي تمشي تكون تبطشهم بعدين الناس ما يتجرسوا، لأنه أنت في النهاية حتضرب أمن الشعب السوداني، استقرار الشعب السوداني. دار تعملوا لنا فوضى والناس بتحارب وظهر الجيش مكشوف، لقيتوه مكشوف استغليتوا الجيش بندقيته ووشه في الفاجر وكردفان. دارين تعملوا صواطي في المدن الآمنة. خير وعديلة وزين، خير وعديلة وزين. احنا لا بنسأل زول بعدين تجي خليه في النص زول يعمل لكم القحاته يفجروا والقحاته يسووا. ما فيكم واحد بعدين اللي بيطلع في الموقع يقول لك الجيش وين؟ الجيش والله قاعد في كردفان. قاعد في كردفان. انت كده دار تسأل الجيش وين؟ ما قبل ما تطلع الشارع تعرف الجيش قاعد معاك ولا ما قاعد معاك. قبل ما تمشي الصوت وتعمل لك تفجير اوضاع داخليه وتخريب وفوضى. خلاص كويس. اقعد باري محمد الفقي ده. احنا المواكب اللي بنطلعها دي دعم للقوات المسلحه جوا السودان ده. احنا جوا السودان بنطلع داعمين للقوات المسلحه، مؤيدين للقوات المسلحه ضد الرباعيه. وانت يا محمد الفقي انا دايرك تعمل الحاجه دي. احنا ما طلعنا موكب قبل كده ضد الرباعيه بالمناسبه. موكبين في واحد من الجمعه دي من المساجد، لكن الفكره حلوه. الفكره حلوه. ليه احنا ما طلعنا مواكب؟ اسالني عندنا القدرة ولا ما عندنا القدرة؟ ليه ما طلعنا مواكب ضد الرباعية؟ احنا بنلاعب في شيطان. الشيطان ده المسايسة، ما عندنا طريقة غيرها. طلعنا في موكب ضد الرباعية. عندنا ملايين الشعب السوداني قاعدين في السعودية، ما بنخرب علاقتنا معاه وش لوش. السعودية متبنية موقف داعم للسودان في العالم، بنمشي معاه. لكن لما نيجي نطلع موكب للرباعية قد بنقد علاقتنا مع السعودية ومصر حاضر وبريطانيا وأمريكا، بنقدها مع الجميع والموكب جاهز، يعني ما داير درس عصر. لكن الناس اللي ما كانت مستوعبة إنه ممكن يحصل تحالف بين مجموعات داخل السودان ومجموعة القحاتة برا السودان، الليلة محمد الفقي اداكم الدليل. الليلة محمد الفقي اداكم الدليل. طيب راجت في الايام اللي فاتت دي، يومين اللي فاتوا، انه القوات المسلحه استهدفت زعيم قبيله المجانين، نسال الله انه يتقبله شهيدا معاه 22 من شهداء قبيله المجانين. وراجت القصص وناس بيدعوا دعمه للقوات المسلحه وبيدعوا انتسابه للقبيله. طلعوا قالوا والله يا اخي استاهل الزول ده اللي حصل له. ليه استاهل؟ قالوا انه متحالف مع الميليشيا. احنا مدني متحالف مع الميليشيا ما بنستهدفه لا بطلقه لا بدبابه لا بمسيره. دي ديدن القوات المسلحه. والقوات المسلحه ما بتحارب مدني وما بتصلك في حتك عشان تقتلك. لابس كاك الدعم السريع ده، انت دعامي، انت ما مجانين، انت ما رزيقات، انت ما مسيريه، انت ما زغاوه، انت ما جعلي، انت ما شكري، انت لابس دعم كاك الدعم السريع، انت دعمي سريع بس. طلعوا الناس الدعم للقوات المسلحه قالوا الكلام ده في التوقيت ده، بيخلقوا لنا في فتنه مع منه في كردفان كلها، انه القوات المسلحه بتستهدف زعماء القبائل. ما عملناه قبل كده. ما دبوا ده احنا ما استهدفناه. الزول اللي قال بيطول الخرطوم في 5 دقائق وتطاول على القوات المسلحه ما استهدفناه. واحد تاني من زعاماتهم ده في مدني بقى هو شريك الدعم السريع وحاكم مدني حزب امه، ما استهدفناه. تاني واحد طلع في سنجة ما استهدفناه وما بيغلبنا نجيبه. لابس جلابيه انت في شاشه القوات المسلحه ما بتظهر. القوات المسلحه بتشوف اخضر بس، بتشوف كاكي بس، ما لابس كاكي انت في شاشتهم ما بتظهر. الترويجيه دي استلمتها قناه العربيه والحدث. القوات المسلحه تستهدف زعيم قبيله المجانين بمسيرات. انا بكلمكم ليه 9 شهور انه في ضابط في القوات المسلحه. ضابط ده برتبه عميد صقر 3 نجوم، هو زول حقيقي قاعد
الزول ده العميد ده انا سميته العالمة، والعالمة عندها صبيان. الزول ده لابس كاكينة ولكن عنده امتدادات مع جنرال اكس وعنده مصالح ودول برا، دائما بتلقى صبيان العالمة صفحاتهم رغم انهم ضد القوات المسلحة. نطلع نقول الليلة الجيش والله دخل كاسجيل، يطلع يقول لكم ما يسوقوكم بالخلا الانصرافي وناسه. الجيش ما دخل كاسجيل، معلومة مؤكدة وناس بيصدقوهم. والله يا اخواننا احنا الليلة دخلنا بارة، يقول لك بارة شنو؟ الجيش انسحب وعمل التفاف والدعم السريع عمل التفاف. هو زول ضد القوات المسلحة، وان تدثر بدسار الكعبة ذات وحلف قسم واضح والناس عارفينه. صبيان العالمة، العالمة ده عميد، العميد ده مجموعة ما زول واحد، مجموعة سايقة خط ضد الدولة دي شغالة تخرب، قاعدين مع البرهان قاعدين مع السيطرة، يشيلوا المعلومة يسربوها برا، اللي بتكون ضد القوات المسلحة تثير الإحباط تثير الفتنة. العميد ده قاعد زول حقيقي موجود في جهاز الأمن. في واحد عميد وعقيد ونقيب، أنا بوريكم عديل أسماء بيجي بخدها لو يجي وقتها، حسي كله تحت السيطرة ما محتاجين تعرفوا انتم. نباري الخط لنهايته. السيد العميد العالمة ده، العالمة دي الرقاصة اللي بتعمل شغل انحرافي احترافي. يقول لك صرف الانحرافي، انتوا شفتوا انحراف وين؟ لما نيجي وقت البل داك اركزوا له، اركزوا له. العالمة ده عميد في المخابرات، مسؤول من ملف الدبل ايجنت، اللي هم ناس بيكونوا مزروعين بادعائه في الدعم السريع وقحط، بيجيبوا معلومة وفي نفس الوقت بيشيلوا معلومة من الجيش بيودوها ليديلك عشان يثقوا فين. ملف خطير طبعا، زي الملف اللي مرروه بالجواد. شفت الجواد ده نفس النظرية، ده كان مسؤول منه. ده يجي يقول لك والله يا اخي الزول ده احنا زارعينه، هو لا زارعه ولا عارفه ولا شافه، لانه عنده مقرب فيه، ويجي يقول لك احنا زارعينه دبل ايجنت، ملبسينه كاكي دعم سريع لكن هو شغال معانا. لا لا كله كلام فاضي سي. العميد ده العالمة ده عنده صبيان، الصبيان ديل صفحاتهم معروفة. نقول الليلة الجيش داخل بارة، يقول لك لا 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 في التفاف، بعدين بيسحبوا ويحذفوا منشوراتهم ويقدموا اعتذار، تاني بكرة الصباح يكذبوا. عرفتون؟ ديل اسمهم صبيان العالمة، بياخدوا قروش ومرتبات وما فارق معاهم اي معلومة تطلع. قالوا الليلة انه كيف انتوا تدسوا الموضوع ده. موضوع شنو يا سعادتك؟ قال كيف تقولوا الجيش ما استهدف قيادات المجانين، ولو جبنا لك شهادة المجانين نفسهم وزعامتهم والقبيلة وإدارتها، والبرهان مشى في عزاها وسمع الناس والناس سمعوا والإدارات الأهلية سمعت، بتصدق ولا ما بتصدق؟ لا قال لك مسيرات الجيش استهدفت الزعيم. لما يطلع زول تابع للقوات المسلحة أو بيدعي إنه تابع للقوات المسلحة يقول كلام زي ده، صنع لنا فتنة من غرب مدرمان لحد ما نصل بعد المزروب ونخش هناك لحد الفولة وندخل الضعين. احنا الناس الداعمين القوات المسلحة لما نسمعوا كلام زي ده الشايل كلاشه مع الجيش بخطه. اي زول يمشي في الخط ده هو ما فيه بطولة هنا. الموضوع ده ما فيه بطولة انه الجيش استهدف مدني بغض النظر عن زعيم قبيلة او لا. دي ما حاجة احنا ما بننسبها للقوات المسلحة ولا بندعيها، دي اسمها انتهاك. اذا الجيش عملها ده انتهاك، وما بنقف معهم في باطل ولا بنأيدهم في باطل، لدرجة احنا بنتصدر الحاجة الغلط في الجيش بيطلعوا السكرجية الجماعة الجداد ديل يطلع يقول لك الانصراف يهاجم القيادة. طبعا ما قصدك يا خالد اليسر، لا في سكرجية تاني، يعني انت وزير، لانه بنتصدر الغلط. فلما يطلع زول يقول كده ديل صبيان العالمة. العميد ده يا اخواننا هو ضابط عظيم في القوات المسلحة، لكن يعد اصغر رتبة في دائرة الظلام، ده اللي بيرسلوا ذاته. والجيش لما يعرفوا بعدين ما حيرضى والله، بتهددهم. طبعا بهدد انا في وقته، لكن كله في وقته. تموا شغالتكم. يطلع يقول لك الجيش لا يستهدف، طيب ما نسمع
القصة والرواية الحقيقية والبيان الصدر من قبيلة المجانين نزلوه في قناة الحدث، ما بنزلوه. نزلوه في قناة الجزيرة، ما بنزلوه. نزلوه في صفحاتكم، ما بنزلوه. اخوانا ديل المجانين نفسهم والقبيلة وزعاماتها طلعوا الحاجة اللي حصلت. الفيديو حق الليلة روجوا له طيب عشان نخمد باب الفتنة والانشقاق والخلاف بين القيادات والجيش وبين المواطنين والإدارات الأهلية. حقنا للدماء، ما تكذبوا. لا ما حيشيروا. ده الفيديو حينزلوه في صفحاتهم، والله لو أذنوا ما ينزلوا. صبيان العالم يا حجة في صفحاتهم بروجوا. ده الفيديو. اسمع اللي حصل في المجانين شنو، استهدفكم منه. اسمع بس الكلمتين دي. زادت المعاناة، هذه حقيقة. أنا لا أوري الناس الحصة شنو بالضبط. يوم الخميس بالليل 5 من أفراد الدعم السريع دخلوا محل بتاع ستارلينك بغرض نهب الموبايلات والمبالغ، والمحل أولاد التجاني ماهر، والأولاد قاوموهم في المحل ذاك، امتنعوا بالتليفونات والقروش، واخذوا بعضهم ومشوا. لقوا زول في السكة شالوا تليفوناته، والزول كوره في بطن الحلة وبدأ الفزع، ويجاروا وراه. لما جو في سهلة كبيرة انضربوا 3 منهم أردوهم قتلى في الشارع، واثنين وصلوا. الله أكبر، الله أكبر. جو ناس الدعم السريع وجات الإدارة الأهلية بالليل ويتفقوا على أنه المتهم ما محدد حتى الآن، ولكن يمكن أن نتعامل في إطار هذه القضية. أخذوا القتلى ودفنوهم والوضع صبحت. في ارتكاز شرق المزروب انضرب بمسيرة. أفراد الدعم السريع اللي كانوا في الارتكاز ده جروا برجلهم، دخلوا بطن الحلة، دخلوا بيت واحد اسمه شقيلة، دخلوا 4 من أفراد الدعم السريع مسلحين، لكن أولادنا كانوا صاحيين وطلبوا منهم مغادرة المنزل وتمنعوا، ولكن أخرجوهم بقوة السلاح. الله أكبر. هذه ليس لا لبس فيها ونعترف بها تماما. الله أكبر. حينما طلعت الأولاد دي طلعوا مشوا، القيادة بتاعت الدعم السريع توعدت أنه ال3 ديل أي زول ب 500، والرسالة موجودة، أو دايرين 500 مقابل ال3 ديل من المجانين، والرسالة موجودة، وفي واحد من القادة توعد المجانين، ولكننا لا نهتم. طيب، طلبت ناس الدعم السريع، قيادة الدعم السريع طلبت من الأمير اجتماع مع الإدارة الأهلية لحلحلة المشاكل العالقة من القتل ومن الشفشفة. الأمير توضأ بحمد الله، أو استحم بحمد الله سبحانه وتعالى، وتوضأ ومشى الجامع وأدى صلاة الجمعة لأنها فرض على الناس، وساق أعيان قبيلته، مشى للشجرة المحددة يا إخواننا وفي الزمن المحدد. من الذي حدد الموقع؟ الدعم السريع. من الذي حدد الزمن؟ الدعم السريع. لماذا لم يحضر الدعم السريع؟ لماذا؟ لم يحضر فرد واحد من الدعم السريع. وحينما وصل الأمير وقيادته وإخوانه للشجرة إياها، تعرضت لهم مسيرة أدت إلى استشهاد 22 من خيرة أبناء المزروب. إننا لا نذهب بعيدا، ولكن المتهم الأول بالنسبة إلينا الدعم السريع، وسنقول ذلك جهرا وسرا أن الدعم السريع هو من اتخذ هذه المجزرة. وسنظل إن شاء الله على العهد، وحنظل إن شاء الله على العهد ندافع عن الأرض وعن الدين، زي ما علمنا الأمير الآن حماية الأرض وحماية الدين وحماية الأرض. نحن على هذا العهد إن شاء الله. سمعتوا الكلام يا حجة؟ دي الفتنة اللي كانوا داروا يستغلوا لنا فيها. ناس بيدعوا دعمه للقوات المسلحة، لما الناس ردوا عليهم وفضحوهم قام السيد العميد مخابرات السودانية المدسوس العالمة حرك صبيانه. الصبيان بتاعينه كتبوا لك، قال لك دار يجيبوا ما الذي حدث في المزروب. مسيرة قوات مسلحة استهدفت قيادات، ودي القيادات قال لك احنا على العهد والوعد في كل ولايات السودان وداخل المزروب، هم مع القوات المسلحة، داعمين للقوات المسلحة، واقفين منتظرين الجيش يصلون، يتعايشوا مع الدعم السريع، قعدوا مع الدعم السريع مقطوعين، ما عندهم امداد، الجيش ما وصلون، احنا ما سالين زول لحد ما الكاك الاخضر يصلك، زي ما عملناها في مدني، في بحري، في جنوب الخرطوم، في الصحافة، في مدرمان،
في سنجة، في النيل الابيض، في جبل اولياء، اي حته في السودان ما وصلك الكاكي بتاع الدعم القوات المسلحه ده الاخضر، احنا ما عندنا معك شغله. تقعد مع الدعم السريع، تطبخ لين، تاكل لين، تاكلهم، يصلك الكاكي الاخضر ده. بعد ده الحجه سقطت، لبست لسه مصر لابس كاكي الدعم السريع، انت حتعامل معامله دعم سريع، ما حنخليك. الليله امارات قبيله المجانين في السودان كلها بتؤكد على الحاجه اللي حصلت. الحاجه اللي حصلت دعامه دخلوا في المزروب، وصلوا محل بتاع انترنت، اتشاكلوا مع مجموعه من الشباب، حاولوا يخطفوا تليفوناتهم، اتصدوا ليهم، 3 من الدعم السريع ماتوا، جدعون في الشارع. دوريه بتاعت ارتكاز دعم سريع جات مره لقت جماعتهم ديل مجدعين، خشوا قعدوا مع الاداره الاهليه. السيد الناظر ربنا يتقبله قال لهم خلاص نحل الموضوع ده، بندفع دية ناسكم ديل تفاديا للمعركه والاشتباك. قالوا له دايرين 500 مليون. قال لهم جدا، ونمشي اكتر من كده كمان، نرتب الموضوع ده والحاجه دايرينها والامور كله. قالوا لنا نتلاقى في الساعه الفلانيه في الحته الفلانيه تحت الشجره ديك. قال لهم جدا، اختار التوقيت الدعم السريع، اختار المكان الدعم السريع. الدعم السريع قياداته ما حضرت، ما في ولا دعامي قاعد، ولا دعامي قاعد. جات مسيرة ضربت 22 من قيادات المزروب قبيلة المجانين بما فيهم الأمير الشهيد ربنا يتقبله. جو طوالي طلعوا قالوا دي مسيرة الجيش. طيب ليه الجيش يضربون؟ قالوا لا الجيش لأنه الأمير ده تابع للدعم السريع. الأمير ما تابع للدعم السريع، ما في السودان حر تابع للدعم السريع. الدعم السريع ده في حاجة الناس بيمشوا له، لكن لما يجيك في حتتك دي هو أصلا بيكون محاصرك، هو أساسا فرض عليك قوته، هو أساسا بيكون انتهكك، هو أساسا اغتصبك، هو أساسا سرقك. الناس اللي بتحافظ على حياتها حاضر ومباح إنه زول ممكن يلاعب الناس دي لحد ما تصل مرحلة الجيش بيجيك. طلعوا قالوا لا يستاهل. يستاهل كيف يعني؟ والإشاعة دي شغالة. لما انطفت طفاها منه البرهان الواحد ده، طلع بيان تعزية. مجلس السيادة أمس طلع بيان بتاع تعزية في شهيد المزروب. قال لك ينعى مجلس السيادة الانتقالي ببالغ الحزن والأسى أمير قبيلة المجانين سليمان جابر جمعة سهل الذي استشهد يوم الجمعة مع نفر كريم من أعيان القبيلة من العمد والمشايخ إثر هجوم غادر وسافر شنته ميليشيا الدقل الإرهابية خلال اجتماع صلح عقدته الإدارة الأهلية بمنطقة المزروب. موضوع يتحسم. لا 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 يخلوه، لا ما بخلوه. يطلعوا صبيان العالم اللي عارفين أي حاجة، ناس ضد القوات المسلحة، قحات راسهم عديل. في ناس عندهم هوس بالفتنة بيمشوا بيسمعوا لهم. قالوا جايب الرايحة شنو؟ قال لا لا دي مسيرات بتاعت قوات مسلحة نستهدفوا ليه؟ والمسيرة دي تصل لحد هناك كيف؟ طوال استلمتها قناة الجزيرة والعربية. القوات المسلحة تستهدف قيادة. الحدث طبعا احنا من هنا عندنا رسالة للسيد وزير الإعلام سيد خالد العيسر، السلام عليكم، كيف أحوالك؟ نصحناك يا سيدي الكريم وانت أبيت النصح. الليلة طلع بيان قال لنا فيه أنا وزير الإعلام ده شالوا مني صفة الناطق الرسمي باسم الحكومة. انت السالك من الموضوع ده منه؟ ما لما نعينوك عرفنا انه انت ما الناطق الرسمي باسم الحكومة. لأول مرة في التاريخ وزير إعلام يشيلوا منه الصفة دي. دائما وزير الإعلام بيكون الناطق الرسمي باسم الحكومة. انت ذاتك قبلت تشتغل بدون صلاحيات ليه؟ لما الناس كانت شانة عليك حملة قلت لهم قبل تشكيل حكومة دكتور كامل إدريس، قلت لهم خالد العيسر ما عنده صلاحيات لأنه الحكومة كلها عسكرية وإحنا في حرب وهو مدني، فالناس تصبر عليه. كنا بنصبر في الناس. كان ردك وجزاك انت عارفه، لكن ما وقته. تطلع الليلة تقول لنا أنا وزير إعلام بدون صلاحيات ناطق رسمي. واحدة من مهامك 99 إنك تكون ناطق رسمي باسم الحكومة. حس لو سألناك الحكومة بتاعتك دي أنجزت شنو عشان تنطق باسمها كده قول لي. ولا أي حاجة في ال4 شهور اللي فاتت دي. حتى لو كنت ناطق رسمي دار تنطق تقول شنو ذاتك؟ يعني عملت شنو مثلا؟ يعني كامل إدريس عمل شنو عشان انت تضطر انت تنطق؟ عملت شنو؟ ما محتاج ناطق. الوظيفة الوحيدة اللي حسي ما عندها دور الناطق الرسمي باسم الحكومة.
المدنيه. قاعدين تسوي شنو عشان تنطقوا بيه ذاته كده؟ قول لي انجازاتك. مشيتوا لحد الامم المتحده عملت شنو؟ وينو في ارض الواقع عشان تنطقوا ذاتكم؟ مشيتوا السعوديه قلتوا عملتوا اتفاقيه ب 100 مليار دولار. دي ما في زول بيصدقها، لكن احنا ما بنكذب كامل ادريس. كده قول للناس بشرهم عشان ترفع مستوى الامن، ترفع مستوى الامان في السودان. لما تتكلم عن وينها هسي كده انطقها. في مجال الصحه كده انطقها. في مجال التعليم كده انطقها. كده قول لي انجازاتك شنو عشان تنطقها. حتى لو انت ذاته شالوا منك صفه ناطق رسمي، فهي اصلا ما عندك شيء تنطقه. انت عملت شنو عشان تنطقه؟ نجي للشغل الثاني. 99 مهمه لوزير الاعلام والثقافه، واحده من ضمنها محاربه الاعلام المعادي للدوله، الاعلام الهدام، الاعلام الذي يثير الفتنه. قبل يومين في بورسودانك دي جنبك صحفيه كتبت هناك اشتباك بين القوات المسلحه والمشتركه في صينيه الصالحه بضاحيه غرب مدرمان. حضرتك ناديتها؟ طيب ما تضرب لمدير الجهاز اخواننا في فتنه، في حرب، الناس نطلعهم، نطلع بيان نقول للناس اقعدوا. بيان ما ناطق رسمي، ده بيان توضيحي من وزاره الاعلام. ده مش برضه دورك. احنا ما سالناك من ناطق رسمي، كده قول لي بواجبك هسي. جات تاني صحفيه قالت البرهان. انت مش بتدافع عن القائد العام؟ انت مش طلعت في المؤتمر الصحفي بتاع وزير الصحه اللي هو الناس منتظره تسمع وزير الصحه حيتكلم لنا عن الوباء، عن الضنك، مطار مطار خرطوم حيفتح في شهر 11، الناس تجي ولا ما تجي؟ هل في موت؟ احنا منتظرين المؤتمر ومخرجات المؤتمر بتاع وزير الصحه. ومن واجب وزاره الاعلام انها تقوم بالمؤتمرات الصحفيه لكل الوزارات. اي وزاره انت ملزم تعمل له مؤتمر صحفي وتعمل ملخص وتعمل بيان وتبثه في الاجهزه الاعلاميه عشان الناس تصل الرساله. وزير الصحه المؤتمر حقه كان نتيجته شنو؟ ولا حاجه. انت طفيت عليه وطغيت عليه. الموضوع بتاع الضنك حصل في شنو؟ ما في زول عنده اجابه، لانه حضرتك ما طلعت بيان. طيب حاضر معاه الاجتماع ليش؟ عرفنا انك ما ناطق رسمي، مش انت رتبت له الاجتماع وجبت له الصحفيين. وزير الصحه قال شنو عن الضنك؟ في باقي الولايات قال شنو؟ توفير الدواء واختفاء وقرد قال شنو؟ ما في زول مذكر الناس، مذكره لك مسكت الميكروفون نفسك قايم. هنالك جهات تهاجم القياده وصفحات مدفوعه وصفحه. من سالك من صفحه؟ انت الصفحه المدفوعه جنبك الصحفي حي عديل، ما صفحه حي عديل صحفي ماشي بكرعينه، انت ما سالته. دار تحور اتجاه الدوله، تخلق فتنه. احنا البلابسه ديل، احنا البلابسه ديل، احنا سياد الرصه والمنصه، واحنا اللي بنقول يقعد يقعد واللي بنقول يمشي يمشي. فهمت؟ واحنا ما طلعنا قلنا انت تمشي، قلنا تصلح غلطك، لسه بنواجهك ولسه بننصح فيك. احنا ده ليه ما قلنا لك تمشي؟ انت هو احنا ليه ما قلنا لك انت تمشي؟ طلعنا شرحناه، قلنا لو كامل ادريس مشى وزير الاعلام، مشى كان قبالك وزير الخارجيه، قبالك استغال وزير الصحه، كامل ادريس حكومته حتكون ضعيفه، الناس ممكن تلقى فيها ثغره وفرقه. انت قال احنا صابرين عليك لابداعك يعني؟ ابدا، عشان نقلل الهجوم على القياده، عشان نقلل الهجوم على كامل ادريس. كل اسبوع يستغل له وزير، كل اسبوع يستغل له وزير. ده السبب اللي مسكتنا عليك. بنقول لك انصلح وينصلح حالك. لما انت عندك القدره تواجه الناس اللي بتتكلم في القياده، الزول الاثار الفتنه والبلبله شالتها قناه الجزيره والعربيه وموقع تغيير بتاع الغحاته. قالوا هنالك اشتباكات عنيفه تدور بين المشتركه والقوات المسلحه في صينيه الصالحه. مالك ما جبت الصحفيه دي؟ اسمع عارفه انت طبعا، انت اسمع عارفه. هذا برضه شالوا منك صلاحياتك، يعني ما تسال صحفي عنده قيد صحفي ما تقدر تحقق معه. موضوعك ده بسيط، بتضرب للجهاز الامن والمخابرات، النائب العام حاضر، بتكرفس الزول بتجيبوه المحكمه. كلامك ده جبته من وين؟ والله كلمني واحد في مدرمان وكنت انت ما متاكد من المعلومه ومصدرها، اطلع يعتذر. طيب اجبر الصحفي بغض النظر عن اعتقال وانتهاك والكلام الفاضي. طلعت الليله بترد لنا تقول لنا تعميم وتوضيح للناس انا ما الناطق الرسمي باسم الحكومه. احنا ما سالناك من ناطق رسمي باسم الحكومه، ولا الحكومه دي انت ذاتك المفروض تنطق باسمها، ولا داري انك تنطق باسمها. مهام وزير الاعلام. طلعت الليله صحفيه وجهت خطاب للرئيس البرهان اسمها عشه الماجدي، قالت له اطلع وري الناس اللي عملته في القاهره، ما تغيب الناس، ما تغيب شعبك. ما عندك وسيله انك ترد عليها؟ البرهان عمل شنو في القاهره؟ وانت البرهان ما ساقك معاه القاهره ماله؟ كامل ادريس يسوقك امريكا، السعوديه، مصر،
انت البرهان ده مش انت وزير اعلامه؟ معلومه ساقك الغايره. ليه ما انت مش انت وزير اعلام كامل ادريس ولا وزير اعلام الحكومه في زياره رسميه زي دي؟ ليه ما ساقك البرهان؟ تفتكر ليه؟ تفتكر ليه؟ هسه لو ساقك كان جيت رديت قلت لا في رباعيه ولا في كلام فاضي. اجتمعوا اجتماع امني يناقش الاوضاع في افريقيا في الاقليم. معلومه ساقك معه. انت البرهان ده لما يمشي حته بسوق معه ليه؟ هذه المفروض تخليك تتحسس. دايرين منك شنو؟ احنا دايرينك تقوم بالمهام بتاعت الوظيفه حقتك. خالد العيسر التخطيط التحت الجروبات دي بعدين لما تتفضح والله العظيم حتكون فضيحه. اللي بتعمل فيه وانت بيتحت ده والله فضيحه. لما نطلع ورق بعدين واموال تسير طالعه من مكتب فلان حاضر الاكبر منك، وانك انت مشرف على كده، والمجموعات واللجان اللي بتعملها، وتضربوا لمدير جامعه فلان، وتضربوا للضابط الفلان، وتضربوا لفلان. الكلام ده لو طلع يا خالد العيسر بينتهي من مسيرتك. بينتهي من مسيرتك. ما ممكن انت تلم لك ناس صفقه حول رئيس وزراء وانت فاكر انك حتصنع له قاعده اعلاميه. لا تستطيع. ليه ما بتقدر؟ لانه وعي الشعب السوداني كلامك ده ما مرفو. هسه انت قاعد لك 3 شهور شغال في مشروعك ده، عملت فيه شنو؟ معاك عقيد امن، معاك عميد مسؤول من الملف والمجموعات، عملت شنو؟ خطوط مشيتوا فيها، عملت شنو؟ هسه انت بتتبلى، ما في زول قادر يدافع عنك، خليه يدافع عن كامل ادريس. انا تاني بنصحك، انت ما قاعد هسه بتتمدد ولا كنت بتتمدد لانه انت عندك القدره، ولا الكتيب الاعلامي الطابعين انه عاملين الكلام ده كلام فاضي. يا كامل يا ادريس، الليله الناس بيقولوا لي يا صرفه انت جيت قلت لنا كامل ادريس ده يقعدوا كويس. انا ما قلت الكلام ده، قلت الزول ده اعمل يرى الله عمله ورسوله والمؤمنين، الناس تحكم بعد ما يعمل. هسه انا بقيت في وش المدفع. يعني واحده من الناس هسه يقول لي انت ما جبته انت، انا ما جبتك ولا بعرفه ذاته. جيت قلت الزول ده عمله هو الخطه اللي ماشي فيها كامل ادريس ده، في النهايه تقدم استقالتك. انت وين هسه؟ اين انت الان؟ ما في. حاولت اجتهدت انت بنفسك، الخط اللي ماشي فيه وانت ما هينفع. نظف مكتبك والحولك. الشغله دي فيها موت، فيها اعراض قدمت كرامه. اللي بتعمل فيه ده ولا ما بيمشي فينا، والله ما بيمشي. ولانه احنا محسوبين عليك، مش انت المحسوب علينا. انت مقامك قاعد يعني محفوظ. احنا ما بنهاجمك ولا بننتقدك، بنقول لك الشغله دي نتيجتها واضحه قدامك. الرئيس لما ما يظهر في التلفزيون معناه مات. تاني بعيد المثال ده لاي رئيس حكم. الرئيس لما ما يظهر في التلفزيون معناها مات. الرئيس ده 90% من شغله اعلام، بقى ما في الاعلام يبقى هو ميت. الناس هسه بتتساءل وين عمر البشير؟ عمر البشير حي. ليه ليه عندنا احنا ميت؟ لانه ما بيظهر في الاعلام، اختفى من السلطه، اختفى من التلفزيون، بقى ما في. مات خلاص، يحكم بحكم الميت. وين الرئيس زين العابدين بتاع تونس ده؟ هو حي بالمناسبه. الرؤساء اختفى من التلفزيون، عند الشعوب يعتبر ميت. الخفاك منو يا كامل ادريس؟ منو الخفاك من الاعلام؟ رغم انه وزير الاعلام زولك، التلفزيون ناسك، لكن انت ما عندك حاجه تطلع قدام الناس تقولها، لانه الخط اللي مشيت فيه عقدك، بعد المسافه بينك وبين الناس. الموضوع ده كان مباشر، كنت بتنزل بتسمعنا بيه، اضلنا دي سمعناه. بيسلمونا كوبري الحلفايه 200، كوبري الحديد 200، 6 شهور يا سعادتك، 3 شهور كنا قاعدين نسمعك. نقول نظافه، نقول باعوض، كنت انت بنفسك بتنزل شايل كوريتك الطوريه، نزلت وقفتها قدام التركتر ودشنتها في ولايه الخرطوم. وزاره الصحه التدشين ما حاضروا، اللي حصل بعديه ما حاضروا. شغلك شنو حسي انت؟ الحاجات المهمه اللي قدامك شنو؟ اهم من حياه الناس، اهم من رجعه الناس، اهم من الجامعات، اهم من المستشفيات. في شنو شغلك؟ الحوار السوداني دي ونسه بالمناسبه. حوار سوداني بورسودان ده ونسه. مطار فاتح،
مينا فاتح، يبقى الزول القاعد ده ما معانا. الدار يتكلم حوار سوداني اللي جينا هناك في بارة، الدار يتكلم حوار سوداني اللي جينا هناك في سنار، الدار يتكلم حوار سوداني اللي جينا في الختام في الفاشر. غير كده بتعمل فيه ونسه. الواحد يكون ضامن طريقة مروقه من السودان قبال ما يرجع السودان، ويجي يكلمنا عن السودانية ويكلمنا عن الثبات ويكلمنا عن الحكم. لا ما بنسمعك. دار يتكلم عن الحكم سوداني اللي يمشي الفاجر. قربنا لك وكنا لطيفين معاكم. تعالوا هنا سنار، تعالوا بارة، قربوا من مناطق الشدة عشان الناس يحسوا بيكم. لكن انتوا بتفتوا في امرنا، والجنينة ما في يدنا، ونيالة ما في يدنا، الضعيم ما في يدنا، الفاشر ما في يدنا. آلاف المواطنين في السودان نازحين ما رجعوا عشان تشاوروا. انتوا دار تقطعوا في امرهم، تعملوا لهم برلمان يتكلم باسمهم، هو ما رجعوا ذاته. دورك وواجبك انك ترجعوا، انت امين وانت تحميهم، انت ما قمت بيه. بتتكلموا لي في ما بعد مرحلة اللومباس. مرحلة اللومباس في الفاشر انتصار، مرحلة اللومباس في الفاشر ثبات، مرحلة اللومباس بتاعتكم شنو انتوا؟ بتقسموا في السلطة والورثة والناس لسه ما ماتوا؟ يعني احنا لسه حيين، انتوا بتقسموا في ورثتنا؟ نحكم هنا وانت تحكم هنا وارضيتك وقاعدتك، وده كله ما حيحصل، وده كله ما حيحصل بالمناسبة. حس الناس مشت في الخط بتاع الرباعية ووصلتوا فيه وين؟ روجوا له القحاتة بإعلام، وحتشوفوا الأصوات ستخرس، والمرحلة القادمة ونهاية أكتوبر، لأنه بنوا حساباتنا السياسية على إشاعة. لا يمكن مجموعة 81 حزب، كيان سياسي، منظمات، خواجات واقفين وراهم. أسمعوا المرحلة القادمة مرحلة أيوة الرباعية وحنسكتهم والبلابسة حننتهي منهم، والبرهان موافق، والبرهان قابل، لكن خايف من علي كرتي وخايف من والله. لكن يعني ما عارف اقول لك شنو. وانتوا البرهان ده علاقته بعلي كرتي دي عرفتوها حسي؟ يعني زمان كنتوا شركاء 3 سنة ما كان عنده علاقة معه، ما كان عنده معه علاقة. يعني هسه بس بقى عنده علاقة مع علي كرتي لما بيبيل فيكم. حج الناس زي بيتخبطوا، واللي بيحصل ده تشويش عليهم، هم ما علينا. احنا ما مشوشين، طريقنا واضح. القضاء على اخر دعامي في الجنينة دي في اخر نقطة في السودان مع حدود افريقيا الوسطى. المكان حددناه، العدو حقنا حددناه. عندكم حاجة في النص ما جبنا سيرة انتخابات، عندكم حاجة في النص ما جبنا سيرة مؤتمرات، عندكم حاجة في النص البرهان قال حنقتل الدعامي اللي قاعد في الجنينة. بعدين الدار يتكلم يا اخوان. الكلام ده حاجة واضح ولا ما واضح؟ بسيط ولا ما بسيط؟ ما يجوا داخلين لنا والله بخطبة ودخلوا لنا انهم هم دعاة السلام. منو دعاة السلام؟ شوقي عبد العظيم. شوقي عبد العظيم الصحفي ده انا ما عارف هو كمية النكران اللي عايشين القحاطة. شوقي عبد العظيم ده طلع قال اذا ما مشيتوا للاطار فاذا هي الحرب. هسه الليله هو بيروج لا دعاة الحرب دي ناس البلابسه، دعاة الحرب منو البلابسه؟ الكيزان. وانتوا الكيزان ديل ما جيتوا لقطوهم من بيوتهم؟ انتوا ما كنتوا بتطلعوا في اول يوم في الحرب تقولوا والله لو ما قتلتوا الكيزان وربطوهم وديتهم طلق في راسهم ورميتهم في نهر النيل احنا يا دعامه ما بنرضى عنكم؟ كنتوا دي لغتكم. كنتوا واصلين مرحله من الثقه كده وانكم خلاص مسيطرين، وحنشيل البرهان وحنشيل ما عارف ياسر العطا وحنشيل كباشي وحنحكم وحنجيب وحنعمل هيكله في الجيش. هسه الكلام اللي كان بيقول فيه ياسر عرمان وينه؟ بتاع دار يعيد هيكلة الجيش. ياسر تاسع البرهان ده ما عاد هيكلتك؟ الله بيسألك الزول ده ما غير خارطتك الجينية ذاتها؟ ما خليتنا الصمود وقطعته مع حمدوك؟ يا ما فضل لك الا تلبس كاكي بتاع صاقع، وما سألك ولا تكلم معك. ويومك تيجي تتكلم مع البرهان بيلاقيك بالمناسبة. ما البرهان ده بيلاقيك، تفتح الباب بتخش مكتبه، لكن بيكون خدت لك البوت حقه ده في الترابيزه، تتكلم مع البوت انت يا ياسر عرمان. مش لانه البرهان ارفع منك وارفع منك وارجل منك وارجل منك وارجل من الجابك وارجل من الجابك وحشر ليك وحشر ليك. لا ما ده كله انساه، لانه مقامك ده ما يصلح انه زول قاد معركه كرامه ويلبس كاكي جيش يقعد معاك انت، ما بتلاقيه. لكن بخط لك البوت ده تتكلم مع البوت، وده مستواك انت وحمدوك. قال لك البرهان لاقى حمدوك في مصر، لا هو بكل لاقى جزمة البرهان
بوت البرهان دي وارده، دي وارده. هو في النهايه هيختم لكم انتوا في رقابكم بالبوت ده، هترقدوا وتزحفوا في السيراميك بتاع مكتبه وهتحبوا. فهمت؟ قلتها لك يا حاج من اول طلقه، قلت لك القحات اللي عملوه ده في النهايه هيجوا وهيخضعوا ويرقعوا للبوت. في تواصل مع البرهان عبر وسائط، وتتواصلوا مع البوت بتاع البرهان ده. ما البرهان لو اصلا هو البرهان بيتكلم معاكم كان رجعكم زمان. انتوا قاعدين تتكلموا مع بوت البرهان، وده اللي خلى لكم كبك. انا ما داير اطول عليك يا حجه باقي الليل ده وساهر بك. الرباعيه دي ما موضوع انها جدت او ما جدت، احنا سؤالنا في الرباعيه حتعمل شنو الرباعيه؟ حتجيب الامارات؟ في زول ما عارف انه الامارات فتكت السودان، هتكت السودان، باعت السودان، قسمت السودان؟ في زول ما عارف الحاجه دي؟ طيب يا حجه الامارات دايره مننا شنو حس؟ احنا وصلنا في حدود الفاشر، احنا وصلنا في حدود الضعين، وصلنا في حدود مليط. المنطقة اللي دخلتها القوات المسلحة امبارح هي دي غيرت معادلة المعركة تماما. وانت قال الجماعة دول بيجعروا في شنو؟ رباعية وما رباعية. حج سألتي روحك منطقة ابو قمرة دي اللي دخلناها امبارح احنا، الجيش وصلها كيف؟ وصلها من وين؟ عندك فكرة؟ موقع انت عارفاه؟ موقع استراتيجي، بوابة، هي منطقة لوجستية. المشى حررها ده الجيش والمشتركة والقوات المساندة. جوهم من وين؟ امبارح ناس يقول لك والله جيشنا فتك ومتك. يا سعادتك كده بالراحه. ابو قمره دي بتبعد من الفاشر كم؟ بتبعد من بابنوسه ذاتها كم؟ بتبعد من الجنينه كم؟ هي قاعده في منطقه استراتيجيه. الجيش الجاها ده جاء من وين؟ مرقوا لين من الفاشر، مرقوا من بابنوسه. المعادله امبارح اتغيرت، لكن محمد الفكي، بابكر فيصل، حمدوك، شبشب الملك ما قادرين يتكلموا الكلام ده. فيجي يقول لك ايوه السلام. لا سلام شنو؟ سلام الملك ده انت بتعرفوا سلام الملك ده فيس تو فيس يا صاحبي. التاتشر ما بيركب في التاتشر، التاتشر بيخش في التاتشر فيس تو فيس، ده اسمه سلام ملك. لما احنا وصلنا للمرحله دي يعني كلمونا عن السلام، احنا ما بنعرف حاجه اسمها سلام. لا انتوا ما مسلمين ولا شنو؟ مسلمين. طيب كلمه اسلام ما هي السلام؟ الله عز وجل اسمه شنو؟ اسمه السلام. هل بابكر فيصل بيعترف بالدين ده ذاته؟ مرجعيته شنو؟ اذا تحول المرجعيه الى بشريه الكلام ده ما ينفع معانا. ترجعوا لنا المرجعيه الهيه، السلام حق الله. ربنا سبحانه وتعالى ورانا انه احنا اذا في بغض على فيها نعمل فيها شنو، واذا في زول طغى على زول نعمل فيها شنو، واذا في زول حارب زول، اغتصب زول، قتل زول، نعمل فيها شنو. اما السلام اللي قالوا لكم منه ده ترامب قبل يومين في القدس قال السلام ده ما بيجي الا بالقوه. ما هو ده السلام الدايرين احنا ذاته، ليه ترضوه في ترامب وتابوه فينا؟ احنا ما دايرين نخلي تاني جنجويد حايم في السودان. موقف الامارات الان بقى ضعيف. زيارة البرهان لمصر غيرت معادلات كثيرة، لكن المدفوع لهم نبان ظروف ديل ما فاهمين. الامارات ليه متوترة ومتجرسة؟ الليلة الاعلام له 3 يوم بيتكلم عن انه هل تخلت الامارات عن الدعم السريع؟ ايوه نعم. اي والله جد الامارات تخلت. بسبب شنو؟ شفت الزيارة المفاجئة اللي عملها البرهان لمصر بتحسيبها شنو انت؟ انه هو البرهان مشى يغير موقف مصر في الرباعية، وارد طبعا. في موقف مضمون هو موقف السعودية، بقى 2 من 4 كم؟ فاضل 2، فاضل تاني منه الامارات، بريطانيا، امريكا. موقف امريكا اصلا في النص واحنا ما عندنا معاه مشكلة. قالوا تعالوا جينا سووا هاي بنسوي، ما تطلعوا هاي ما بنطلع، اعمل حكومة مدنية بنعمل، ابلغوا في فلان بنبلغ، صادروا بنصادر. امريكا دي احنا اصلا ما عندنا معاه مشكلة. ما عندنا اي مشكلة. كده بقى 3. فالامارات بقت اسي كلامها موقفها مع الدعم السريع بقى موقف فيه تراجع. دي 1. الموقف بتاع الشعب الاماراتي، ومن هنا انا برسل له الرسالة. الحاجة اللي حصلت لهم في الكورة حقت قطر ورتهم انهم عند العالم اسوأ من الشعب الكياني صابوني. يعني وصلوا مرحلة من انه الناس محتقراهم،
انه العالم ده، شعوب العالم في الكوره دي لما يتلاقوا في الاستاد كلهم ضد الامارات. شعب الامارات الان يفكر جديا في انه الخط الماشي ده مكسبه شنو؟ قيادتهم بتقول لهم نحن بنصلح وبنعمل في ديمقراطيه. طيب نتائجها شنو؟ لان الناس بيكرهونا كده. خواجات بيكرهوهم، افارقه بيكرهوهم، عرب بيكرهوهم، مسلمين بيكرهوهم، كفار بيكرهوهم، حتى الكيان الصابوني لما نطلعوا يدينوا رئيسهم وجرائمهم اللي بيرتكبوها في العزه بيجيبوا صور الباطل بتاعهم ده بالناقص ده، بينفيه عديل ده ما بقى بن زايد، ده بقى بينفيه. الشعب الاماراتي الان اللغه بدات تتغير في الاعلام. لو متابعين من 18 يوم ورا بتتكلم عن صراعات داخل القصور في الامارات، دي تاريخهم كله ما قالوها. بدات الان في صراعات واضحه. ما هو دي فشلت حسي في فشلها في السودان. فشلها في السودان يعني فشلها في اختراق افريقيا، فشلها في السيطره على الموانئ، فشلها في انها تغير حكومه السودان، فشلها في انها تهزم الجيش السوداني. الامارات في السودان فشلت فشل حقيقي وكبدها خسائر فادحه. الان احنا بنصنع في حلفاء حقيقيين ذوي مصالح حقيقيه. ما بنمشي للزول او الزول يجينا يقول لنا داير ازرع او داير اعمل كوبري او داير اعمل سد. احنا بنمشي للزول نقول له تعال اعمل الحاجه الفلانيه. انا ببشر فيك يا حجي في الايام اللي فاتت البشرى الاولى اقسم بالله 72 ساعه. مش البرهان ده الليله رد لهم؟ اسمع يردوا ده ردوا عشان ما يجيك غحاتي بعدين يقول لك البرهان قال الكلام ده من ورا ظهره. 2023 قطعوا معاهم، قال لك البرهان ده ما كلامه لكن بيغيروا. جاهم في 24 في بدايتها زفتهم، جاهم في عطبره في شهر 4 زفتهم. ما في رباعيه، ما في تفاوض، ما في اتفاق، برضه مصرين على مرحله الانكار. شبشب الملك سايق الناس في الايام اللي فاتت لا تعلمون ما الذي يدور خلف الكاميرات في القاهره. جاء البرهان الليله فتكوا لك في صيوان بتاع عزا، فتكوا بقى ما عارف يقول شنو. قال البرهان اخذ الليزم من علي كرتي. انت كده بترتاح؟ حنان حسنك بترتاح؟ خلاص يا زول اخذ الليزم من علي كرتي ولا تزعل. ما بيوجهوا، هاي بيوجهوا، بياخذ التعليمات من البشير، هاي بياخذ التعليمات من البشير. انت تعرف شيء، اي حاجه تريح حنان حسنك احنا بنقول لك، اصلا ما تتضايق انت. تاني دار تقول شنو؟ حاجه اسمع يرد الكاهن، وعشان احنا غير طبلك دقشك طبلك طق ما عندنا شغل، رئيسنا بنطبل له. اسمع الرد وعليه نختم. اسمعوا كلامه الليل البرهان ده طازة طازة. دقيقة يا كاهن اصبر، ما تتكلم يا كاهن لما نفتح السبيكر. طمن أهلنا في كل مكان في السودان انه نحن العهد اللي قطعنا معاهم لن نتراجع عنه. ما في تفاوض مع جهه ولا في الله اكبر كان رباعيه كان غيره داير يجينا يتفاوض معانا في الشيء اللي بيصلح السودان ويصلح السودانيين وينهي هذه الحرب بصوره تعيد للسودان كرامته، تعيد له وحدته، وتبعد منه ثاني اي احتمال تعتبره ثاني. احنا بنمشي معه اي زول يجي لسلام وهو خاضع للشعب السوداني احنا بنرحب به. الله أكبر. خاضع يا حجه. الكاهن مصطلحاته بقت عنيفه والله العظيم. قحاده عشان يسمعوا كلام الكاهن الا يضربوا مخدرمات، لكن كده انت واعي ما بتقدر. عيني كلامه واضح. لا اخي لا رباعيه ولا غيره. شوفي بعدين قال اذا جاب لنا سلام يضمن كرامتنا مرحب به. ده كلام الدبلوماسيه، ده كلام الونسه وكلام اللي بيقول فيه له 3 سنة بيونسهم اصله ما بيصادمون. ما قدر نختلف مع مصر مواقفها معانا، ما قدر نختلف مع السعوديه مواقفها معانا، صار بنركب وش. قالوا جايين لي سلام حبابهم، قالوا لنا قلنا لهم خير. اسمع كلام واضح عشان ما يجيك راحات السوق باقي الليل. التقدير وطمن اهلنا في كل مكان في السودان انه نحن العهد اللي قطعنا معاهم لن نتراجع عنه. ما في تفاوض مع جهه ولا في الله اكبر. كان رباعيه كان غيره داير يجينا يتفاوض معانا في الشيء اللي بيصلح السودان ويصلح السودان. قال له ولا رباعيه ولا غيره. والله العظيم الكاهن ده
قال له بلا رباعيه بلا غيره. شوفي قال لك هو مشى وترتيبات واخرج يا برهان. استاذ عش الماجدي انا داير اجيب منشورك ده. قالت له شنو؟ قالت له اخرج يا برهان اخبر الناس. وين اخرج يا برهان اخبر الناس ده؟ قالت له اخرج يا برهان اخبر الناس عما دار في القاهرة، اجتماع القاهرة، وما تغيب الشعب. اها طلع عليك، انا قلت لك بيطلع لك لكن كلامه ما بعجبك يا هدى. ده الرد على الاستاذ عش الماجدي. قالت له ورينا ما دار في القاهرة بدل تغيب شعبك. اسمعي رضي وطمن أهلنا في كل مكان في السودان انه نحن العهد اللي قطعنا معاهم لن نتراجع عنه. ما في تفاوض مع جهه ولا في الله اكبر الله كان رباعيه كان غيره داير يجينا يتفاوض معانا في الشيء اللي بيصلح السودان ويصلح السودانيين وينهي هذه الحرب بصوره تعيد للسودان كرامته، تعيد له وحدته، وتبعد منه ثاني اي احتمال تعتبره ثاني احنا بنمشي معه. اي زول يجي لسلام وهو خاضع للشعب السوداني احنا بنرحب به. الله خاضع يا حجة للشعب السوداني، خاضع للشعب السوداني، خاضع للشعب السوداني. الكلمة دي مهمة جدا يا حجة، اسمعها منه. أي زول يجينا خاضع للشعب السوداني، خاضع للشعب السوداني. اسمعي. وينهي هذه الحرب بصورة تعيد للسودان كرامته، تعيد له وحدته، وتبعد منه ثاني أي احتمال تعتبره ثاني احنا بنمشي معه. أي زول يجي لسلام وهو خاضع للشعب السوداني احنا بنرحب به. لكن لا في زول بيفرض علينا سلام ولا في زول بيفرض علينا حكومه ولا في زول بيفرض علينا ناس الشعب رفضهم. قحاته اظن سمعتوا الكلام واضح. واحنا في ختام هذا اللقاء سيد الرئيس نحب نقول لك كسامدة لكن ما حنقفل سيد الرئيس، حننهيها بطرب. يقول لك ده بتاع القونات. انا بتاع القونات، انا ذاته بتاع القونات ذاته والله، لكن لسه ما جايك بقونه. الله 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 الله. جيش واحد شعب واحد منصورين بإذن الواحد. جيش واحد شعب واحد منصورين بإذن الواحد. ندعوك يا كريم يا واحد ربي لغادر حياة ماجد. منصورين بإذن الواحد. منصور جيشنا ثم الغايد لعسكرنا واحد واحد. منصورين بإذن الواحد. جيش واحد شعب واحد منصورين بإذن الواحد. البرهان رئيسنا برانا وجوا وبرا ساحل الخانة. منصورين بإذن الواحد. الله يعزه كان عزانا رئيسنا غير بس يا خدانا. منصورين بإذن الواحد. جيش واحد شعب واحد منصورين بإذن الواحد. حباب الغايد البرهان رئيس دولة السودان. منصورين بإذن الواحد. غيروا مبنى دور يا اخوان لو جابوا الانيس والجان. منصورين بإذن الواحد. جيش واحد شعب واحد منصورين بإذن الواحد. الكباش قلبك حار يا ابن الوطن البار. منصورين بإذن الواحد. عين وحبل يا اخي شرار خط احمر يولع نار يا منصورين بإذن الواحد. جيش واحد شعب واحد منصورين بإذن الواحد. ياسر عطال راسنا رفع اليقدر من فضت ونفع. منصورين بإذن الواحد. يوحد ربه الأنفع لغير الله لن نركع. منصورين بإذن الواحد. جيش واحد شعب واحد منصورين بإذن الواحد. وكارم جيشنا ما في ظهر قدامه راية الكرام. أبشر. منصورين بإذن الواحد. مع وسيد النبي المختار أسألوا نسيم الطيار. منصورين بإذن الواحد.
انتباه، كباشي في الأرجاء، كباشي مورال، تشوفوه قريب، تشوفوه شوف العين، دعامة، أردوا.